طب يا جماعه احنا دلوقتي جينا في اراضي زراعيه هنا زي ما انتم شايفين. ان شاء الله هاخدكم في رحله صيد زواحف، لان ان شاء الله في فيديو هنزل انا وفتحي صاحبي، هسيب لكم قناته تحت في البايو. هنروح انا وهو نصطاد صقور ونصطاد حاجات بالنبله، وهعلمكم ازاي تعملوا النبله. فان شاء الله الفيديو اللي هينزل كمان كام يوم حرفيا هيبقى اجمد فيديو نزل على اليوتيوب. فان شاء الله احنا نازلين دلوقتي بايدينا، ما في معناش اي معدات. هنحاول ان احنا نجيب تعابين او نجيب اي حاجه بتعيش هنا، عموما زواحف بمعنى صح. فخليكم معايا وان شاء الله الفيديو يكون كويس. طب يا جماعه احنا دلوقتي في مكان زراعي، ارض زراعيه. فعموما الحاجات اللي بتبقى موجوده هنا هو تعابين الكبرى المصريه، ودي طبعا سامه وخطر جدا. وفي تعابين ابو السيور كمان، ودول اكتر نوعين تعابين منتشرين هنا. طبعا في زواحف كتير وفي حشرات كتير، يعني مثلا فيهم 44 هنا، وكمان في سحالي دفانه. ومش عارف بصراحه ربنا هيرزقنا بايه النهارده، فخليكم معايا ويا رب يا رب الفيديو يعجبكم. وما تنسوش يا جماعه ان في فيديو ان شاء الله هنزل انا وفتحي صاحبي، هننزله بكره، هننزله كمان كام يوم بالظبط. لسه مش عارف بصراحه، واحنا هنروح نصطاد بكره، فمش عارف بقى بصراحه هياخد قد ايه على ما ينزل. وعموما ان شاء الله انا جاي زي ما قلت لكم بايدي ومعيش اي حاجات. فهحاول على قد ما اقدر يا جماعه ان انا يعني بكره ان شاء الله هيبقى معايا مصيده صقور، وهيبقى معايا نبله، وهيبقى معايا مصيده حمام ويمام. فخليكم معايا وان شاء الله بقى هنشوف هنعمل ايه في الفيديو بتاع بكره. فخليكم معايا النهارده هنشوف بقى هنصطاد ايه، وربنا هيرزقنا بايه النهارده. بصراحه انا مش عارف، ان اول مره اجي المكان ده، فهنشوف بقى في حاجه هنطلع بيها النهارده ولا لا. بس كده خليكم معايا في اخر الفيديو. معانا بقى واحنا هنشوف ايه اللي تحت الطوب والكلام ده. ماشي. المشكله ان انت حتى لو لقيت تعبان كبرى انا نفسي مش هتعامل معاه. المكان ده شكله فار يا جدعان، تعالوا. طب يا جماعه دلوقتي بصوا، ده هنا في بركه ميه، تمام. فده دليل اصلا ان بيبقى في حاجات هنا، لان الفئران بتطلع بالليل والتعابين بتجيلها. فان شاء الله هنشيل بقى، هنحاول نشوف. احنا عامه بنحاول ندور على اي حاجه. احنا ما كناش عاملين حسابنا اصلا على الرحله دي، لان انا لو كنت عامل حسابي كنت هجيب الادوات اللي انا قلت لكم عليها. ان شاء الله احنا بكره هنطلع نصطاد. فمش بس هركز في الكاميرا عشان تجيبني حلو، عشان ما تغباش علينا. اهو والله العظيم انت حلو. المهم، فهنحاول ان احنا بكره ان شاء الله ننزل ويبقى معانا كل الادوات عشان نقدر نجيب اكبر كائنات نعرف نجيبها. وما انا لاحظت هنا كام شرياص برضو موجودين، وحدايات كوهيه. فخليكم معايا بقى نشوف كده. احنا هندور عشوائي عامه، احنا مش بندور على حاجه معينه، احنا بندور عشوائي. مش ناقص خد. دورك يا استاذ فتحي. في زعنوف صغير هنا مش عارف هو ايه ده. امسك، طب تعالى صور منه. ما هو الزعنوف الصغير هيري اهو احلف. ده صرصار الليل يا جماعه. انا بكرهه. ما علينا، في صرصار الليل هنا. تعالى في حاجه ورا البتاع دي. مش ذاكر السيره. ايه هتشيلها؟ يلا. هي يا جدعان بس انا عشان صبعي وجاني فمش عارف اشيلها. طب يا جدعان احنا مش لاقيين حاجه، نعمل ايه؟ طب بص انا عندي فكره. انت دور في مكان وانا ادور في مكان. طب يا جماعه احنا هندور احنا بقى. فتحي رايح اهو، فهنشوف احنا بقى مكان تاني. بصوا فتحي بيصور اهو. هنشوف احنا بقى هندور في الاماكن، احنا بنوزع نفسنا عشان نلاقي حاجه عامه. بصوا هي بتبقى ايه يعني، هنا عامه احسن مكان تلاقي فيه حاجات، لان هنا متوفر كل حاجه، في ميه وفي حاجات ياما قوي. يعني مثلا في ميه عشان الحيوانات تشرب، وفي اراضي التعابين والحاجات دي تعرف تستخبى فيها. فطبيعي ان جحر ايه؟ استنى يا جدعان، فتحي بيقول في جحر تعبان. بصوا يا جدعان، فتحي بيقول شاف حاجه داخله جوه، فخليكم معاك اما نحاول نجيبها. بصوا يا جدعان لقينا بالصوره اهو. امسك فتحي سوا بس عشان شكله فتحي يعض. زي ما انتم شايفين يا جماعه، ربنا رزقنا باول تعبانه بالصيور نلاقيه النهارده. والله العظيم احنا ما كناش عاملين حسابنا خالص. زي ما انتم شايفين يا جماعه لقينا تعبانه بالصيور اهو. وعموما يعني والله العظيم انا لقيت فتحي بنشيل بعيد عن الجحر عشان نشيل الطوبه اهو والله. وده الجحر اللي احنا قلنا هندور فيه اهو يا جدعان. حلو. زي ما انتم شايفين، انا بصراحه مش عارف والله العظيم. فتحي بيشيل الطوبه اللي هناك دي، بنبص لقيناه طالع يجري على الجحر. فانا جبت على طول اول ما لقيته ومسكته. عموما ده ذكر اهو، تمام. هعرفكم ازاي تعرف الفرق بين الذكر والانثى. وده عموما لسه صغير مش كبير يعني ده حجم يعتبر متوسط منه. بس كده خليكم معايا بقى. بصوا يا جدعان زي ما كده، ده جحر اهو يا جماعه، تمام. دي فتحه ومطلعه من الفتحه الثانيه اللي هو فتحي كان شافها اصلا، الجحر الاولاني. طب يا جماعه ده تعبان ابو السيور. عموما التعبان ده مش سم، واقصى حجم بيوصل ليه هو 1.40 سم او 1.50 سم.
بيتغذى على فران المايس، وزي ما انتم شايفين احنا ماسكينه بس عشان هو لسه صيد جديد وعضاد، وانا بصراحه ماليش نفس خالص اتعض النهارده، يعني في مره تانية ان شاء الله هبقى اوعدكم ان انا هجرب عضته. والحمد لله ده اول رزق لينا النهارده، فخليكم معايا بقى اما نشوف. دلوقتي يا جدعان انا رايح احط التعبان ابو السيور ده، شايفين بيحاول يعضني ازاي. ايه التعبان كمان؟ طب ايه ما تمدش ايدك، ما تمدش ايدك ايه؟ استنى يا جماعه فتحي مسك تعبان ابو السيور كبير. بص يا جدعان، بصوا الحجم، بس ما شاء الله. شايفين؟ بسم الله. انت مسكته ازاي ده يا قلبي؟ مخبوط كام خبطه حلوين. بصوا يا جدعان ده تاني صيد لينا، ويا رب نلاقي حاجه كمان. بجد انا فرحان قوي، اول مره في حياتي يحصل معايا حاجه زي دي. كنت هبتر ولا حاجه. خليكم معانا. شايفين بقه قد ايه؟ انت مسكته ازاي ولا انت بتخاف منه؟ بص بقى يا عم مش مشكله. وبص التعبان التاني، تبص اصلا وريني دماغه من تحت. بص بص الفرق الدماغ. اخليه ياكله. بص يا جدعان ده بالسيول التاني اهو، ده حجمه حلو. خليكم معانا بقى في الصيد الجديد، كملوا لسه في صيد كمان. وما تنسوش يا جدعان الفيديو اللي هينزل بتاع صيد الصقور هيبقى جامد جامد، وباذن الله ربنا يكرمنا برضه. مسك التعبان ده يا جماعه. بص فتح بقه ازاي. طب خلي الصغير عند الكبير وحط لا امك في يا عم. الفيديو. زي ما انتم شايفين يا فتحي مسك التعبان الكبير ده. انا مش عارف بصراحه مسكه ازاي، يعني هو اصلا بيخاف منهم. والله ما اعرف، بس الحمد لله يعني ربنا رزقنا النهارده بدول، ولسه ان شاء الله هندور هنشوف في حاجه تانية ولا لا. وبصوا ده اصلا هيموت والله. انا بصوا بس كده، فخليكم معايا بقى اما نشوف حاجه تانية ولا لا. يلا يا نجرب. جماعه ده هيتحط هنا كده في جيبي، ويا رب ما يهربش. يابا يا اسطى انا فرحان، اول مره بجد تحصل معانا حطينا ده الكلام اهو يا ده. جماعه في جيبي. شيل تمام؟ الطوبه البيضاء، شيل الطوبه البيضاء، شيل الجراب اللي انا كنت جايبه وعملناه دلوقتي حرفيا، احنا لسه عاملينه دلوقتي. احنا جبنا القماشه وربطناها بتاعه الموتوسيكل، فهنشوف بقى في حاجه تانية ولا لا. فتحي بيقول لي اصلا شيل إن في الطوبه هنا. البيضاء، شيل الطوبه البيضاء البيضاء ده. دي حط ايدك هنا قوي وشيل. شيل اهو. في ايوه بان في الفيديو، بان في الفيديو، بان في الفيديو. طب شيل كمل. شيل الطوب زق ده برجلك بعيد. ده زق. انا فكرته تعبان الطوبه دي. بص اصلا الجحر قد ايه، شايفين يا جماعه؟ موصل من الفتحه التانية لهنا. هو عموما التعبان ما بتعيش في جماعات، بس احنا بنحاول على قد ما نقدر ندور برضو، لان فتحي كان بيقول ان هو شاف واحد تاني كبير هنا، وده اللي احنا جبناه. فعايز بقى اعرف يعني الحته دي مالها، ممكن يكون في هنا حراره وهم طالعين هنا عشان الحراره، فبدور بقى. كمل. اشيل ايه تاني؟ زق الطوب ده. امسك كده. هتتكسر في ايدك، مش هتطلع كلها. ماشي كمل. طب كمل على الحته اللي كانت دي، اللي انت لسه برجلك. وده يا جدعان من فين جلده؟ واحد من غير جلده اهو. سيب. هو غالبا لو غير جلد ده اللي هو معانا. يا ابني لانه انا متاكد ان انا شفت واحد كمان يا جدعان، انا متاكد. في جحره. شيل، ما تمدش ايدك جوه قوي يا فتحي. طب انت حاول تشد الحته دي كده عشان انا بخاف الصراحه. تمام ماشي. كم هو ده الجحر اللي انا قصدي عليه. يا رب بس ما يطلع كوبرا. لا يا عم كوبرا مع السيور. عادي بيعملوا ميكس، انما ايه جحر. هو ده جحر. ده جحر. هو في 7000 جحر صح؟ يا ابني هو واحد بس متوزع. هو انا ممكن مفيش حاجه فتحي، ولو فيه خلاص كده يا باشا. تعال احنا كده هنروح مكان تاني. ورجعنا تاني يا جماعه اهو في مكان تاني خالص، مكان مختلف عامه. ففي مكان اهو هنشوف برضو فيه، وهنشوف لو لقينا حاجه، وخليكم معايا بقى لاخر الفيديو. بصوا يا جماعه في تعبانه بالصيور ميت هنا اهو. بصوا يا جدعان في بومتين ايه بس، بومتين قزميه اهو. تمام. واحنا والله العظيم بصوا مروحين بالموتوسيكل، لانهم واقفين على الشجره اهو. بص واختها واقفه اهي. فان شاء الله في فيديو صيد الصقور هنجيلهم. هي راحت فين؟ ايه ده طارت.
ان شاء الله هنجيلهم يعني. كده يا جماعه فيديو النهارده هيكون خلص. احنا قاعدين اهو لحد المغرب، والحمد لله ان ربنا ما رزقناش غير بالجزء اللي ابو السيور الكبير والصغير اللي احنا جبناهم. وان شاء الله استنوا الفيديو اللي هو بتاع صيد الصقور. ان شاء الله هحاول على قد ما اقدر ان انا اطلعه كويس واطلع حاجه يعني انتوا عارفين تحبوا تتفرجوا عليها. فبس كده، وما تنسوش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتعمل لايك على الفيديو ده. بس كده، سلام.